ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير جدا جدا. وصفتنا النهاردة حبة محشي مشكل هتاكلي صوابعك وراهم. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. واول حاجة نعملها علشان نوفر وقتنا، نجيب الكبة بتاعتنا ونكون مقطعين البصل وغسلينه كويس جدا، وبعدين نحطه في الكبة ونضربه ضرب متقطع علشان نحافظ على الكبة ومتتحرقش مننا. انا عايزاه هنا خشن مش مفروم ناعم طبعا، انا عايزاه قطع بالشكل ده. لكن لو مش متوفر عندك هتقطعيه بالسكينة او تبشريه بالمبشرة. واكون مجهزة حلة على النار، وبعد كده بضيف معلقة كبيرة من الدهن. الناس اللي مش حابة الدهن خلاص تستغنى عنه وتعمل بالسمنة او الزيت. انا ضفت هنا حبة من الزيت علشان يبقى معايا خفيف. تمام، وكمان بيديله لمعة في نفس الوقت. وبعد كده بنزل بالبصل بتاعي واشوحه لحد ما ياخد لون معايا، وهستمر في التقليب من وقت للتاني لحد ما البصل ياخد لون معايا. تمام، بدأ البصل ياخد لون معايا. طبعا الخطوة دي مهمة جدا، وعلشان البصل كمان ما ياخدش معاكي لون ويتحرق منك ويبقى المحشي معاكي ممرر. خلاص اهي البصل خد لون معايا. تمام، هوريكم شكله دلوقتي. شايفين انا عايزة اللون ده، وحاولي ما تغمقيش عن كده علشان الاكل ما يمررش منك. وبعد كده هضيف معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من بهارات المحشي، ومعلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من الملح. هشوحهم مع بعض علشان بيطلعوا النكهه والروايح الجميله اللي في التوابل بتاعتنا. تمام، شايفين شكلها جميل جدا. وبعد كده بنزل بالطماطم المفرومه. دي كانت طماطم متجمده عندي، ما كانش عندي فريش، فرمتها برضو في الكبة بنفس الطريقة. واسيب الطماطم شويه لحد ما تفك معايا على النار. ومعايا معلقه صغيره من السكر علشان تعادل حموضه الطماطم. وبعد ما سبكت الطماطم بحط نص معلقه من الفلفل الاسود وربع معلقه من القرفه، واقلب التوابل بتاعتي بالشكل ده، واكون مجهزه الرز وغسلاه كويس جدا ومصفياه. تمام، وبنزل بالرز على التسبيكه بتاعتي وهخلطهم كويس بالشكل ده. وهضيف هنا نص معلقه صغيره من الشطه، وكمان معايا معلقتين برضو من الملح علشان الخلطة بتاعتي ناقصة ملح، والملح ده حسب الذوق. ومعايا هنا حبايتين فلفل مقطع بالشكل ده، لو انت مش عايزاه سبايسي استغنى عنهم. تمام، انا هنا معايا الخضرة بتاعتي. الخضرة دي بلدي، عايزة اقول لكم ريحتها فعلا تجنن. كزبرة وشبت وبقدونس، كل حاجة منها 2 حزمة. تمام، وبعدين اخر حاجة بضيفها معلقتين الزيت علشان الرز معاك يطلع كده مفلفل ومنتور، ما يكونش معجن منك. وكده خلطة المحشي بقت جاهزة معايا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ويلا نكمل بقية الخطوات. معايا هنا المحشي بتاعي، معايا بتنجان. شايفين البتنجان صغير ازاي وجميل. انا بحب البتنجان الصغير ده، ما بحبش الكبير خالص. ومعايا كمان هنا فلفل، ومعايا كوسة. طبعا المحشي مشكل يعني بتنجان وفلفل وكوسة. ومعايا هنا خضرة بلدي اللي هي فيها زهرة دي. تمام، عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها يجنن. وبفضل خضار من الاكياس بتاعتي. طبعا انت مش هتعملي الكميه دي كلها لو انت الاسره بتاعتك صغيره. يبقى هنا معانا بتنجان وفلفل وكوسه. تمام، وكمان معايا هنا الخضره بتاعتي بلدي، ومعايا فلفل برضو بلدي. ولو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت محافظ زي كده حلو علشان يشجعني، وحط اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. عايزه اقول لكم بجد وحشتوني وحشتوني. ونرجع للفيديو بتاعنا. وهنا بقور البتنجان. عايزه اقولك لما تيجي تختاري البتنجان، نقي البتنجان الطري الصغير، يكون صابح، واحسن وافضل بكتير جدا يكون من الفلاحين لو متوفر. تمام، فبقوره كله بالشكل ده، ولازم تجيبيه طري علشان ما يتقطعش منك وانت بتشتغلي بيه. شايفين شكل البتنجان؟ شكله جميل قوي. وبعد كده بجيب واحدة كوسة وبخططها بالشكل ده، انا مش بقشرها. تمام، ولو انت حابة ما تجرحيش الكوسة بالشكل ده براحتك خالص، بس احنا بنحب نعمل يعني منظر. تمام، طيب البتنجان بتاعك لو هو ناشف هتمرضيه قبل ما تشتغلي فيه علشان ما يتقطعش منك.
وكمان هنا معايا الفلفل، ممكن تقطعيه بالشكل ده او كمان تضغطي على العنق بتاعه، هيطلع معاكي بكل سهولة وهتعملي كمية كبيرة من الفلفل، واعتقد ان دي اسهل طريقة. ونعمل واحدة تانية مع بعض، وبرضو بنفس الطريقة هعمل الفلفل البلدي. هخلص الكمية بتاعتي وهرجع لكم. خلاص انا خلصت كمية الفلفل الباذنجان والكوسة، شايفين بعد ما غسلتهم كويس جدا برضو تحت مية جارية. تمام، يلا بينا نشوف الحشوة بتاعتنا هنعملها ازاي. وكمان معايا الخلطة جاهزة برضو اللي احنا عملناها مع بعض اول الفيديو، وبنحشي بكل سهولة ان شاء الله هتاكلوا احلى محشي وهتدعوا لي. عايزه اقولك وانت بتحشي البتنجان، سواء كان بتنجان او فلفل او كوسه، لازم تسيب عقله صباع علشان الرز بيزيد وما يطلعش منك اثناء التسويه. تمام، كل حاجه هنعمل منها واحده كده على السريع علشان الفيديو ما يطولش عليكم. هخلص الكميه بتاعتي كلها وهرجع لكم. كده خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده، وبجيب الحله وبحط المحشي وهو واقف كده، واحدة كوسة واحدة بتنجان علشان كله ياخد من طعم بعضه. وهرص المحشي بتاعي بالتبادل. تمام، واحدة كوسة واحدة بتنجان وواحدة فلفل، وهكرر لحد ما اخلص الكمية كلها بتاعتي وهرجع لكم. خلاص انا خلصت كمية المحشي بتاعتي كلها بالشكل ده، يلا بينا على النار ونشوف هنعمل ايه. ومعايا هنا شوربة فراخ بحطها على المحشي بالشكل ده. لو انت مش حابة الشوربة بيضة بتسيبي معلقتين من التسبيكة بتاعة الطماطم وتحطها في الشوربة، بيديكي طعم جميل جدا. انا عايزة الشوربة بتاعتي بالمستوى ده، ما تكتريش. هسيبه يغلي وهدي النار واسيبه حوالي ساعة وبعد كده هرجع لكم. خلاص المحشي بتاعي استوى، يلا بينا نشوف هنقدمه ازاي. وده شكل المحشي. عايزه اقول لكم استوى، خد معايا ساعه بالظبط. عايزه اقول لكم جميل جدا وريحته وطعمه رهيب. وهوريكم دلوقتي تسويه المحشي عامله ازاي. باخد اتنين كده هنشوف التسويه بتاعته. تمام، شايفين الرز بتاعه مفلفل والتسويه مظبوطه، مش بيشد معايا ولا حاجه. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. ودلوقتي خلص الفيديو بتاعنا، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت محفز زي كده حلو علشان يشجعني، وهات اللايك علشان اللايك بيرفع الفيديو. ودلوقتي اقول لكم باي باي واشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير.